السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين يا حلوين. ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم دي كوباية ملح ناعم، الكيس الصغير ده. ودي التوابل بتاعتنا، عبارة عن ايه بقى؟ معلقة كزبرة صغيرة، معلقة كمون صغيرة، معلقة فلفل اسود، معلقة شطة، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، نص معلقة حبهان مطحون، ربع معلقة كوسة الطيب، معلقة 7 بهارات، 2 معلقة مرق الدجاج دي اللي انا حطيت 2 فيها، معلقة ايه كبابة سين. كل ده هنعمل ايه؟ الملح المبهر بتاعنا ده هنعمل بيه ايه؟ تحطش على بطاطس بقى بعد ما تتبلي السمك، تحط شوية على بعد ما تقليه يعني. نقلب بقى كل ده مع بعض، الملح المبهر. وانا بقلب افتكرت لسه معلقة كاري. كده خلصنا كل البهارات بتاعتنا. بصوا الجمال. كده بقى معانا ايه؟ ملح مبهر. نحطه على ايه؟ نحطه على البطاطس، نحطه على السمك بعد ما يتقلى، زي ما انتوا عايزين. ملح متبهر، مش محتاج حاجة تانية. بصوا الجمال. ده كله خلاص. كده بقى معانا الايه؟ الملح المبهر. تستعملي بقى على بطاطس مقلية، على سمك مقلي. يا رب ايه تكون عجبتكم الوصفة، بسيطة مفيهاش اي حاجة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك والاشتراك، وكفاية عليا انكم ايه؟ متابعيني. سلام عليكم.